السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان في قناة تفانين منوعة. بحب أرحب بمشاهدينا الجدد، ويا ريت ما تنسوش لو عجبكم محتوى القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان إن شاء الله يوصل لكم كل جديد. قناتنا اللي لسه بتشوفنا لأول مرة هي قناة تعليمية لمنتجات الخرز. فيها شنط، فيها فوانيس، فيها مفارش، فيها اكسسوارات. يعني إن شاء الله أي حاجة بالخرز هتلاقيها موجودة في القناة بإذن الله. الموديل بتاع شنطتنا النهاردة ده موديل جديد، مستخدمة فيه لولي مقاس 10، مستخدمة فيه خرز مقاس 8. ده مقاس 10 وده مقاس 8. انت ممكن تستخدمي فيه خرز، الاتنين خرز، لولي وخرز، زي ما انت حابة. مستخدمين فيه خيط صيد مقاس 70، خيط صيد مقاس 70. هنعملها مع بعض ان شاء الله خطوة بخطوة. ما تنسوش تقولوا لي رأيكم فيها بصراحة، ومنتظرة رأيكم في الكومنتات. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. هنبدأ الورشة بتاعتنا. هناخد 6 من اللولي، تمام، وهنعمل عقدة. هنشتغل بطرفين وعقدة. يعني ايه طرفين عقدة؟ يعني بتشتغلي بطرفين خيط، مش بطرف واحد بس، وبتعملي عقدة، مش بتدخلي الأطراف في بعضيها في الولاية أو الخرزية، لا، بنشتغل بالعقدة. فأنت كده الطرف اللي ناحيتك ده بتلفيه على الطرف التاني، مجرد بس تلفي على الطرف التاني وتمرريه تاني في نفس الولاية اللي طالع منها الخيط بالشكل ده كده. كده اهو انت لفيتي على الطرف ده، تمام. هي دي العقدة. اهم حاجة تخلي العقدة في نص الولاية او نص الخرزية. بعد كده هنشتغل غرزة خماسية. يعني ايه غرزة خماسية؟ يعني الحلقة دي كلها عبارة عن 5 خرزات، فانا معايا واحدة، فانا هحط 4. هحط بقى هحط واحدة من مقاس 8، وهحط 2 من مقاس 10، واحدة من مقاس 8. اهو كده معايا 4. والطرف اللي في ايدك اليمين ده اللي فيه الخرز بتلفيه على الطرف التاني وبتمرريه تاني في نفس العقدة كده، في نفس الخرزة كده بالشكل ده. يبقى انت كده عملتي اول غرزة واشتغلتي بطرفين وعقدة، تمام. وزي ما قلنا العقدة بتكون في نص الخرز. طيب الطرف اللي تحت ده، الطرف ده اللي تحت ده هو اللي بتمرريه في الخرز او اللولي كده. انا بشرح بالراحة عشان لو في لسه مبتدئين معانا يعرفوا احنا بنعمل ايه وبنشتغل ازاي، تمام. دي اسمها غرزة خماسية. زي ما قلنا عايزين الحلقة كلها مكونة من 5. دي 1 2 3 4 5، عايزين دي برضو 5. فاحنا بتشوفي طرفين الخيط طالع لك من كام خرزة؟ طالع لك من 2. فانت كده هتحطي 3. الطرف اللي فوق هو اللي هتحطي فيه الخرز، تمام. هنحط بقى؟ هنحط 2 من اللولي مقاس 10 وواحدة من مقاس 8، ونعمل العقدة اهي زي ما اتفقنا. في الايد اليمين كده بتلفيها على الطرف اللي في ايد الشمال، وبترجعيه تاني في الخرزة اللي في الايد اليمين بالشكل ده كده. يبقى كده انت عملتي الغرزة التانية، الغرزة الخماسية التانية. هنعمل بعد كده التالتة برضو، هوريكم التالتة بتتعمل ازاي. نفس هي هتمرري الطرف اللي تحت في اللولي، الطرف اللي فوق هتحطي فيه 3 خرزات اللي هما 2 من مقاس 10، سواء بقى شغالة باللولي أو بالخرز، واحدة من مقاس 8 بالشكل ده. وتلفي كده الطرف التاني وترديه في في اللولاية أو الخرزان بالشكل ده كده. بنكمل الباقي كده. وصلنا لآخر لولاية في السطر. الطرف اللي تحت زي ما قلنا اهو بتمرريه في اللولاية، وكمان هنمرره في الخرزة الرئيسية دي عشان أطلع للسطر اللي بعده بالشكل ده كده، تمام.
اصبح عندك الطرفين طالعين لك من كام خرزة؟ 1 2 3، واحنا عايزينهم كام؟ عايزينهم 5 عشان اشغلها 5 على 1. فمن اي الطرفين هتحطي 2 من اللولي اللي هو مقاس 10 عشان تكملي بيه الحلقة. تلفي كده وتردي تاني كده. بقت بالشكل ده كده. تمام. طيب بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده هشتغل برضو خماسي على 1، بس السطر ده كله هشتغله بالخرز اللي هو مقاس 8. فانا كده معايا خرزة، فمحتاجة 4 خرزات عليهم عشان هشتغل 5 على 1. يعني ايه على 1؟ يعني بشتغل على خرزة واحدة بس، طرفين الخيط طالع لي من لولاية واحدة بس. ادي هم 4 في الايد اليمين، بتلفي بالطرف كده الايد الشمال وترديه تاني في الخرزة اللي في الايد اليمين بالشكل ده كده. هرجع احط برضو نمرر الطرف اللي تحت في اللولي، هنشتغل على كل خرزات بالشكل ده كده، واشوف طرفين الخيط طالع لي من خرزتين، فانا احط عليهم كام؟ احط عليهم 3 عشان عايزه اشتغل 5 على 1. هنحط 3 من الخرز بالشكل ده كده، هنلف ونعمل العقد بالشكل ده كده. برضو زي ما قلنا هنشتغل على كل لولاية 5 على 3. طرفين الخيط طالع لك من خرزتين، فانت هتكملي عليهم وتحطي كام؟ زي ما حطينا هنحط 3 بالشكل ده كده. نلف ونرجع تاني في الخرز، هنكمل السطر 5 على 1 بمقاس 8 بالشكل ده كده. تمام. فاضل اخر خرزة او لولاية في السطر هتمرري فيها الطرف اللي تحت. برضو كل نهاية السطر بتعملي كده، بتطلعي في الخرزة الرئيسية دي عشان تبدأي سطر جديد. فأي من الطرفين بتحطي الخرز. طبعا احنا شغالين 5 على 1، فطرفين الخيط طالع لي من 3 خرزات اهم، طرفين الخيط اهو طالع من 3 خرزات، هحط ايه؟ خرزتين. بعد كده هشتغل على كل خرزة رباعي. رباعي يعني الحلقة كده مكونة من 4 خرزات، معاكي خرزة فهتحطي 3. هنحط واحدة من اللي هي مقاس 8، واحدة مقاس 10، واحدة مقاس 8 كده. اه تمام. وبعدين هعمل ألف وأعمل العقدة كده. زي ما اتفقنا قلنا هنشتغل على كل خرزة غرزة رباعية كده. الطرف اللي تحت مررته في الخرز، والطرف اللي فوق هحط فيه ايه؟ واحدة من مقاس 10 لولاية، وواحدة من مقاس 8 عشان طرفين الخيط طالع لك دلوقتي من خرزتين، فانت هتحطي عليهم 2 بس عشان احنا شغالين ايه؟ غرزة رباعية. ادي الطرف اللي تحت بتمرريه في الخرز، الطرف اللي فوق هتحطي فيه لولاية وخرزات بالشكل ده كده. وايه؟ بنكمل السطر كله غرزة رباعية. وصلنا لاخر السطر، فاضل بس الخرزة دي. زي ما قلنا بننهي السطر بنطلع بالخرزة اللي هي الرأسية دي كمان عشان طرفين الخيط يبقى طالعين لك من فوق بالشكل ده كده. وفي اي بقى من الطرفين هنحط لولاية بالشكل ده كده. بعد كده بقى هنعمل سطر واقف. طبعا انا عايزة الجزء العالي ده هو هيبقى الوش بتاع الشنطة، يعني مش ده، لا ده اللي هي الوليات دول هم اللي بارزين. تمام. بعد كده بقى هنعمل كده وهشتغل سطر رباعي واقف كله باللولي اللي هو مقاس 10.
3 كده. على كل طبعا لولاية هتشتغلي غرزة رباعية. هنمرر الطرف اللي تحت في اللولاية، والطرف اللي فوق هتحطي فيه 2 كده. الطرف اللي تحت ده بنمرروه في اللول كده، والطرف اللي فوق هتحطي فيه 2 لان طرفين الخيط طالع لك من 2 بالشكل ده. بالشكل ده هنكمل السطر كله كده. خلصنا السطر بقى بالشكل ده كده، القرص بتاع الشنطة اهو. بعد كده هنمرر الطرف اللي تحت في اخر لولاية في السطر، ونطلع الخيط في الخرزة الرأسية دي كده، اللولاية الرأسية دي كده، ونحط من اي الطرفين هنحط ايه لولاية. طبعا بتشوفي الطرف الكبير وبتشتغلي بيه. بعد كده بقى هتكوني عاملة وجه تاني نفس الحكاية بالشكل ده كده اهو، تمام. وهنقفل مع بعض غرزة رباعية. هنجيب كده اهو، وهتبدأي تقفلي بغرزة رباعية. هتاخدي جيبي لولاية طبعا من اي مكان، هنا اهو او هنا مفيش مشكلة اهو. هنمرر في لولاية بالشكل ده كده، وبعدين ادي شايفة طرفين الخيط طلعلك من 1 2 3 من 3 من اللولي. فمن اي طرف بقى هتحطي لولاية كمان وتقفلي بيها غرزة رباعية بالشكل ده كده. يبقى بقى كل طرف هتمرريه في اللولي في لولاية واحدة، من الناحية دي والناحية دي كده، والناحية كمان نفس الحكاية من الناحية التانية، وبعدين تحطي لولاية. ده التقفيل بغرزة رباعية بالشكل ده كده. من كل طرف هي هنقفل كده، ومن الطرف التاني برضو بنمرر في اللولاية اللي قصاده، وبتحطي لولاية وتقفلي غرزة رباعية. طبعا مش هنقفل كله، هنسيب مكان عشان الفتحة بتاعت الشنطة كده. انا قفلت الجنب اهو، هسيب بس 10 من اللولي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اخر لولاية دي هنقفلها مع بعض. بتحطي اللولاية وبتربطي بقى، تربطي الطرفين مع بعض كده، ورابطة كمان. وبتمرري تاني الخيط جوه اللولاية عشان تداري العقدة، عشان العقدة تخش جوه كده. وبعدين بقى ايه بتتوهي الخيط كده في كام لولاية بالشكل ده كده. طبعا كل طرف بتمرريه في كذا ايه في كذا لولاية، تمام. وتربطي ممكن، تمام. هنعمل نفس الحكاية هنا برضو، بس تشدي كده كويس بحيث ايه العقدة تبقى داخلة جوه. وهنمرر بقى ايه الخيط، طرفين الخيط من كل ناحية كده. برضو من الناحية التانية برضو هتمرريها هنا كده كام ولاية كده اهو. بتمرري الخيط فيه، بتتوهي الخيط في اللولي، وبعدين بنقطع، تمام. ده كده الشكل بتاعها. طبعا ده مقاس 10 و8. انت حابة تكبري تجيبي مقاس 12 و10، هتبقى طبعا هتكبر معاكي شوية.
بس ما اظنش ان في شفاف هيبقى مقاس 12، هو بيبقى اكتر حاجة تقريبا مقاس 10. وبرده شوفي يعني، فانت حابة تكبريها شوية، مش هتعملي في الباترون حاجة، لا انت هتكبري مقاس الخرز، هيبقى ده 8 و10، لا هتستخدمي 10 و12. تمام. ده كده الشكل. فاضل ايه؟ هنعمل الايد بتاعة الشنطة. هنعمل بقى الايد بتاعة الشنطة. هنجيب خيط، وفي الخرزة اللي هي في النص دي، اللي احنا قافلين بيها غرزة رباعية ما بين الوجهين، دي هنمرر فيها الخيط كده وهنوسطها. وبعدين هنحط 3 خرزات. طبعا انتي تركيب الايد دي، او يعني ترتيب فيها الخرز او اللولي، ده راجع لك زي ما انت حابة تعملي حاجة خرز بس، لولي بس، تشكيلة، زي ما انت ايه حابة كده. احنا كده بنلضم في ايه؟ بنلضم بالطرفين. تمام. هياخد بعد كده، توصلاني بس الخيط عشان ما يبقاش فيه طرف كبير وطرف صغير. بعد كده هاخد لولاية، وبعدين احط 3 من اللي هو مقاس 8 بالشكل ده كده. بعدين احط واحدة لولاية، يعني بالتبادل، وزي ما قلت ده راجع لك انت، وحسب برضو ايه المتوفر عندك، سواء من الخرز او من اللولي. تمام. هيبقى الايد بالشكل ده بالطول اللي انت عاوزاه. كده احنا لضمنا الايد بالشكل ده كده. بعد كده بقى هنيجي طرف برضو هندخله في الولاية اللي احنا كنا مقفلين بيها غرزة رباعية كده، والطرف التاني هنربط ربطة والتانية بالشكل ده كده. وبعدين هنمرر طرف في الخرز عشان خاطر ندخل العقدة، متبقاش العقدة باينة كده. تشد كده عشان تبقى ايه، العقدة تخش في الخرز. هتمرري كده، ممكن تربطي برضو ربطة، وتمرري تاني الخيط اللي معاكي، تمرريه في الخرز ده، زي بقى ما تاخد معاكي، لان الجزء اللي انت هتقطعيه ده خلاص مش هتعملي بيه حاجة. تمام. ومن هنا برضو نفس الحكاية هنمررها هنا كده اهي، وبرضو تمرريه في اللولي بالشكل ده كده. تمام. هتمرري ايه الطرفين كده. الشنطة بقت بالشكل ده كده. طبعا انت ممكن تحطي هنا سوستة لو حابة، ممكن تحطي كيسة، ممكن تسيبيها زي ما هي. دي ايه بقى راجعلك انت. اتمنى يكون شكلها جميل ويعجبكم، ورشتها سهلة. مستنية تعليقاتكم ولايك وشير عشان الكل يستفاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.